كشفت مصادر إعلامية أن الشيخة فاطمة الزهراء الملقبة بالتراكس حلت زوال اليوم الاثنين 20 فبراير الجاري بولاية أمن مراكش، وذلك من أجل الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية. وحسب ذات المصادر فقد حلت التراكس بولاية أمن مراكش عقب توصلها باستدعاء من قبل الشرطة القضائية من أجل الاستماع إليها في قضية وفاة خادمتها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن خادمة الشيخ تراكس توفيت داخل إحدى مستشفيات عاصمة النخيل بعد تدهور وضعها الصحي بشكل خطير، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخله بعد أن وصلت إليه بساعات قليلة. وكانت الشابة قيد حياتها تشتغل بإحدى الحانات المعروفة بمراكش، فاصطحبتها الشيخ تراكس معها إلى منزلها، وشعرت الأخيرة باختناق شديد، ما جعل تراكس تنقلها على وجه السرعة للمستعجلات حيث فارقت الحياة.